السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في منوعات ومقتطفات أشرف وبورصة الطيور ليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر. هنبدأ بأسعار الفراخ النهاردة. البيضة سعرها في المزرعة ما بين 39 ل40 جنيه تنفيذ و45 جنيه للمستهلك. أما كيلو الفراخ الساسو النهاردة فما بين 49 ل50 في المزرعة و54 جنيه للمستهلك. كيلو الفراخ الأمهات النهاردة ما بين 29 ل31 في المزرعة و34 جنيه للمستهلك. بالنسبة لكيلو البلد الحر النهاردة ما بين 54 ل57 في المزرعة و60 جنيه للمستهلك. أما كيلو الأوراق النهاردة ما بين 40 ل50 جنيه، والبانيه ما بين 82 ل90 جنيه. وسعر الكتكوت الأبيض اللي بدأ في الارتفاع من جديد سعره النهاردة من 4 جنيه إلى 5 جنيه، وممكن يكون أكثر من ذلك على حسب الشركات. كتكوت الساسو النهاردة سعره ما بين 3 جنيه 75 إلى 4 جنيه، وأيضا على حسب الشركات. الكتكوت البلدي النهاردة سعره ما بين 2 جنيه ل2 جنيه ونصف. بالنسبة لأسعار لحم البط النهاردة والأعمار، فالبط الفرنسي النهاردة كيلو من 24 ل24 ونص، والبط المولر النهاردة ما بين 27 ل30 جنيه، والبط المسكوفي ما بين 47 ل50 جنيه. لحم البط البلدي النهاردة ما بين 60 ل70 جنيه، والبط الفرنسي عمر يوم من 6 ونص ل7 ونص، والبط المولر النهاردة عمر يوم من 14 ل15 ونص. أما البط المسكوفي عمر يوم من 18 ل18 ونص، والبط البيور النهاردة سعره 11 جنيه. بالنسبة لأسعار الطيور المتنوعة النهاردة، لحم الرومي الأبيض الكيلو من 50 ل55، والرومي الأسمر من 44 ل45، والأرانب البلدي من 75 ل80 جنيه، وجوز الحمام الزغاليل من 50 ل60 جنيه، والسمان عمر 14 يوم من 5 ونص ل6 جنيه، والكتكوت الرومي الأبيض من 50 ل55 جنيه، والكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم من 13 ل14 جنيه، والكتكوت الرومي البرونز من 500 جرام 44 ل44 ونص. أسعار البيض النهاردة، البيض الأبيض ما زال في الارتفاع ما بين 74 ل80 جنيه، وأيضا على حسب المنطقة المتواجد فيها. البيض الأحمر النهاردة من 76 ل83، وعلى حسب المنطقة المتواجد فيها. والبيض البلدي النهاردة ما بين 77 ل80 جنيه، وعلى حسب المنطقة المتواجد فيها. ولازم يا جماعة نتحرى الدقة في أسعار الطيور عشان خاطر نواجه جشع التجار وجشع البائعين. بشكركم جزيلا لمتابعتكم، وأتمنى من الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.